السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد مصطفى، ودوت ريكورد ليه لعبة أمبرساند 1. الهالوين مود. المود دوت أنا كنت عامله في أواخر شهر 10، أو يعني قبل آخر نصه، لأن أنا بعد كده رحت الجيش. ما خدش مني وقت، يعني هو ممكن اشتغلت عليه 3 أيام أو حاجة وخلاص. كان في باكج كانت نازلة على Unreal Asset Store. هي الباكج بتاعت الهالوين كان فيها الكاركترز ديت والايه وباكج تانية كان فيها البامبكنز، اللي هي اليقطين اللي هو محطوط حوالين الماب دوت. ورحت انا جايب الايه السين بتاعت اللي هي السانست والجبال وكده، وابتديت اغير فيها. يعني اول حاجه غيرت الايه ال HDRI اللي هو اللي بره، خليته ضلمه خالص كحل. وابتديت احط الكاركترز ديت حوالين الماب بالانيميشنز بتاعتهم. يعني حتى ما عملتش لكل واحد انيميتور مختلف، لا، هي الانيميشن اللي كانت جايه مع كل كاركتر هي ديت اللي انا حطيتها. وابتديت اغير في السكيل بتاعهم كل واحد، واحط اللي هي الايه البامكنز ديت كل واحد في مكان، بحيث ان انا احاول اغير الجو العام بتاع السين، ان هي ما تبقاش زي اخر واحده. لما انت بتحس ان الجو هادي كده، ان الدنيا ايوه ساعه السانست المغرب، بس فيه هدوء. لا، هنا بتحس ان المكان كله منور، مع ان الوقت يعتبر بالليل، ومنور مع نار. يعني تحس ان فيه زي كونتراست كده، لون برتقاني ما بين كل في كل يعني بين كل مسافة والتانية. هتحس باللون ده. وغيرت الفاكهة. يعني في الأول الفاكهة اللي كانت تحط في الشيكر كانت مانجا، أنا المرة دي خليتها يقطين. وتغير برضو شوية مودلز واحط لهم اخليهم يعني بيستعملوا الفيزيكس، زي الكورة اللي انا احدفها دي. بس نفس الفانكشنز اللي كانت موجودين في السين اللي فات، سواء بتاع السانست او بتاع التلج، موجودين عادي زي ما هم وشغالين. وبرضو كنت بدلت البطة بالبامكن دي. وتحسهم مصابيح، يعني كل واحد في حتة ومنور من جوه، فتحس ان هو كأنه فانوس او حاجة. والارض برضو، يعني انا كنت جايب شوية موديلز 3D. هو دلوقتي الموقع بقى اسمه فاب، مش فاكر ساعتها كان اسمه ايه. بس هو ده واخد منه الموديلز بتاعت الجبال او الايه الاراضي اللي تحت دي، حملتهم وابتديت احطهم تحت المية واغير في السكيل بتاعهم، بحيث ان هما يبانوا بالشكل ده. وديت حاجة كده ضفتها، ان انت لما تقرب عشان تاخد البطة اللي حواليها نور ديت، تلاقي كأن في كاركتر ابتدى يتحرك ناحيتك، فانت ايه زي تتخض كده. والمسدس شغال عادي بنفس الفانكشنز بتاعته، هو بس ان ساعات الكور بتخبط مثلا في الايه في العواميد اللي انا حاططها ديت، في الزرع اللي خارج من البحر. بس هي شغالة عادي.
بس اكتشفت ان انت تغير المود كشكل، مش هتاخد منك وقت كبير. لو انت بالذات هتضيف على الاوبجكتس الموجودة. اللي بياخد وقت اكتر ان انت تغير الموديل نفسه، مش تضيف عليه. فاللي هو عادي لو كان في مثلا ساعتها مود لرمضان، كان ممكن يتعمل عادي لو المودلز بتاعته موجودة. بس هو دوت الريكورد بتاع النهاردة. يا رب يكون عجبكم.